هيدي برجر انا عاملها بالبيت. شو الفرق عنا وعن نعملها بالمطعم؟ اكيد سألتوا حالكم هذا السؤال، خليكم معي لحتى تعرفوا ليش. خذوا السبب. السبب لانه جسمنا بحب الدهون، ونحن كل ما نعطيه دهون هو بكافئنا بهرمونات السعاده. مثلا بالدهون كل جرام دهنيات بيعطيك 9 جرام من السعرات الحراريه، بينما بالبروتين كل جرام بروتين بيعطيك 4 جرام من السعرات الحراريه، فجسمك حيفضل الدهون. فعشان هيك لما انت تاكل اكل سريع ويصير عندك ادمان عليها، جسمك انبسط بهالاكل لانه عم بيعطيه سعرات حراريه زياده، وهيدي الزياده اللي عم تاخدها عم بخزنها، عم بيرميها، عم بيحرقها، هو مش فارقه معه، المهم عم بياخد الدهون كلياتها. بالنهايه عم بيعطيك حافز لحتى تنبسط، اللي هو هرمون السعاده. هرمون السعاده لانه انت صار عندك اكتفاء ذاتي بالسعرات الحراريه. ولهيدا السبب بخلي المطاعم يستعملوا دهون بشكل غير طبيعي، يعني بيستعملوا بكل مراحل الطبخ دهون. هلا بدنا نروح للمرحله الثانيه، الاملاح. الاملاح بيستعملوه مطاعم السريعه من اول ما يوصل البرودكت لحتى يوصل لعندك، يعني بيستعملوا الدجاج من لما توصل الدجاجه لحتى توصل البرجر الدجاج لعندك. كيف؟ لانه الملح هو محفز للطعم ومحفز للريحه. ليش بتلاقي بالمطاعم في ريحه اكل اكثر من ما بتلاقيها بالبيت؟ مع انه بالبيت مستعمل ملح، مستعمل يعني منيح، بس ما بنستعمل بالكميات اللي بتستعمل بالمطاعم. لانه بالمطعم لما يوصل خضره ودجاج وكل شيء بحطوا له ملح، بيرجعوا لما يغسلوه بحطوا له ملح، حتى المي اللي بينقعوا فيها الخضره بحطوا فيها ملح. بيرجع من بعدها نحن في عنا تتبيله، التتبيله فيها ملح غير البهارات. من بعد التتبيله اجى وقت الطبخ كمان بيرشوا له ملح، ويمكن يحطوا لك ملح بعد بس بده يقدم الطبق. ساعات في مطابخ بدهم يعززوا طعم الاكل زياده، بس ما فيهم يزيدوا كميه ملح زياده. فبوقتها هن شو بيستعملوا؟ مكسبات الطعام، ومن اشهرها جلوتامات او حاد الصوديوم، الام اس جي. هذا نوع من انواع الاملاح. هيدي المادة بالرغم من انه ما في لها طعمة، بس لما تحطه على الاكل بخلي يندمج الاكل مع هيدا الملح ويعطي طعم كتير قوية، حتى الريحة بتقوى بشكل مش طبيعي. وعلشان هيك بيستعملوها بشكل مكثف باللحوم المصنعة مثل البرجر والناجتس وغيره. وهيدي المادة من انه ما في لها طعمة ولا شيء، بس في جدال كبير على انه بتأثر كثير على الصحة. خبروني بالبيت، شو مرة انتم اكلتوا اكل بمطعم جربتوا تعملوه بالبيت ما زبطت معكم؟ ما طلعت نفس الطعمة؟ حطوا لي بالكومنتات شو حابين احكي الاسبوع الجاي، وبالمره وانتم تحت كمان اعملوا سبسكرايب ولايك. ويلا حنعطي مثلا عن حكيناه قبل شوي اللي هو مثلا الشاورما ايام تنعمل بالبيت بس مش بطريقه المطاعم، يعني بيجيب نفس البهارات، نفس الدجاج، نفس الملح، نفس الشيء، كل شيء ينعمل بالمقلايه او شيء هيك، بنحطوا كمان دهن بس ما بتطلع نفس الطعمه. سالتوا حالكم شو السبب؟ انا بقول لكم ليش. لانه لما تنعمل بالبيت بنحط فيها بس دجاج وملح وبهارات تعولاتها وصلى الله وبارك، بينما تنعمل بالمطاعم اول شيء احنا حاطين لها دهن بكذا مرحله وملح بكذا مرحله. ولما معلمين الشاورما يشتغلوا على اللحمه بيشتغلوا من تحت. ليش؟ لانه اللي فوق، لانه زاد الدهن من فوق لتحت. كرمال هيك بتلاقي فرق بين الشاورما المحلات والشاورما البيت. اكيد شاورما المحلات كثير طيبه، وهي الاكل كثير طيب يعني، بس انه فيها دهون زياده كثير. سوبر. بالنهاية أكل المطاعم هدفه إنه يصير عندك أنت إدمان على أكلهم. ليش؟ لأنه هن عم بيزيدوا مكسبات الطعام، عم بيزيدوا الدهنيات لحتى مخك يفرز هذا الهرمون السعادة لما ياكل هيدا الأكل. بس كمان هيك حاولوا تجنبوا أكل المطاعم، اعملوا صحة بالبيت، حافظوا على صحتكم. أنا إن شاء الله يعني قريبا حبلش حافظ على صحتي. فكروا شو عم تاكلوا، هذا اللحم من وين، هذه الجبنة من وين، هذه كل شيء من وين، وحلو واحد ياكل بالبيت. بس ما تنسوا سبسكرايب ولايك وفعلوا زر التنبيه. بشوفكم فيديو جاي. سلام.